هو النهارده الكلام على ايه؟ النهاردة الموضوع كبير ومش سهل وليه متغيرات كتيرة. يعني كام كيلو يعني؟ لا قولي كم مليون. كام مليون؟ يبقى عاوزة تناقش الكثافة السكانية. لا يا لطيف، بتكلم على أسعار الشقق والبيوت. الموضوع بقى صعب قوي، ومش بس على الناس العادية، ده حتى على الناس اللي معاها ملايين. بقى شراء شقة مش بالساهل. الناس اللي معاها ملايين انت داخلة على تقيل بقى. أيوة، أصل كان حوار الصبح في الشغل على إن ميسة خطيبها عمال يدور على شقة، بقالهم كتير مخطوبين ومش لاقي حاجة مناسبة لدخلهم. فأكيد فكرتي النهارده نتكلم على التمليك والإيجار، صح كده يا لطيفة؟ صح يا خفيف. المتحكم الأول في الموضوع ده المادة، القرشينات اللي تحت البلاطة. أيوة، واللي يقدم السبت يلاقي الحد قدامه. أنا عايزة بقى دلوقتي اللي ساكنين في التمليك يشتركوا ويفعلوا الجرس. واللي في إيجار لا كفاية علينا اللايك، هيبقى إيجار واشتراك. حرام عليك، حس بينا شوية. ماشي. أول نقطة هنتكلم فيها هي المقدم. أوكي، في الإيجار المقدم يا دوبك يبقى 2 أو 3 بالكتير. يعني لو قلنا أغلاها إيجار ب20,000، يعني حسبة 60,000 كده هتسكنك في أحلى شقة في أحلى كومباوند. ودي طبعا أسعار الناس اللي معاها ملايين. الغلابة بقى تقصد يعني لو أنت إنسان طبيعي عادي زي حالاتي كده، يعني هتبقى 6 مش 60، وهيسكنوك في شقة 2 وصالة بالكتير. والله 6 دي كتير برضو. أما التمليك عليك تدفعي مقدم بداية من 10% ل 40%، ولو قلنا سعر الوحدات عندك من أول مليون وطالع بقى لما لا نهاية. خلينا ناخد أرخص حاجة 10% من مليون، يعني مش أقل من 100,000. ده بس عشان مجرد ألاقي سقف، ويمكن مش متشطبة كمان. لكن المشكلة بقى إنها رغم إنها أقل بس فلوس داون ذا درين، يعني رايحة في الهوا. رغم المقدم أقل هندي صوتنا للتمليك، يبقى 1-0 للتمليك. التشطيب. الإيجار سواء قانون جديد أو مفروش، أنت واخدها متشطبة وعلى السكن على طول. التمليك بقى نص تشطيب، متشطبة لوكس ولا سوبر لوكس ولا ألترا سوبر لوكس ولا أوفر ألترا سوبر لوكس، ما بنخلص. أنت عارف بقى، وعندك بقى شراء خامات ومصنعيات وسيراميك. يا أختي هم ما يتلم. وأنا شغال دفع. بقينا 1-1. نيجي بقى للاستمرارية. الإيجار مدفوع إلى ما لا نهاية، يعني طول ما أنت ساكن ادفع. التمليك بقى هو 10 سنين على أكتر تقدير، وخلاص الوحدة بتاعتك تسكنها تأجرها لحد تاني، انت حر بقى. يبقى يا سيدي النقطة للتمليك، وبقينا 2-1. على فكرة في نقطة تانية مهمة قوي، وهي الصيانة. التمليك تفضل تدفع فلوس الصيانة الشهرية أو السنوية على حسب عقدك، وممكن كمان تدفع وديعة الصيانة عشان تصرف على الإصلاحات العامة، مش اللي جوه شقتك يعني. بس الإيجار ما فيهوش كده، خلاص محسوم. لا، ما هو برضه هتفضل تدفع مكان المالك طول ما انت مأجر، ولا ايه؟ صح. يبقى نقطة سلبية، ونفضل 2-1 للتمليك. نيجي بقى في الاستثمار. أكيد واضحة، الإيجار فلوس ضايعة زي ما قلنا، سكنت بيها زي فلوس الأكل والشرب واللبس في الهالك، صح ولا إيه؟ ماشي. التمليك دي بقى فلوس متشال، وبعد 10 سنين هيبقى كأنك سكنت ببلاش، خصوصا بعد ما هيرتفع قيمة الوحدة بتاعتك. النقطة للتمليك، وتبقى النتيجة 3-1. الميزانية. في الإيجار أنت كل سنة عندك 10% زيادة أو على حسب عقدك. التمليك من ساعة التعاقد للاستلام أو نهاية الأقساط، أنت بتبقى عارف ل10 سنين قدام مدفوعاتك شكلها إيه، ومفيش زيادات سنوية. وصلنا 4-1 عشان النقطة دي طبعاً للتمليك. الحركة. الإيجار عندك حرية التنقل، لو مش عاوزة تدفعي الزيادة أو المكان بقى مش مناسب أو شغلك اتنقل مكان أو باظ، بتنقلي براحتك. صح، لكن التمليك بقى انت لبست يا معلم، اللي باظ تصلحه. طبعا، وسيب شغلك بقى لو نقلوك ودور على شغل جديد. وليلة لو لسه عليك اقساط، لبست في مشوار من التجمع لاكتوبر او العكس، اكل العيش مزز. النقطة للإيجار. بقينا 4-2.
خلاص كده؟ لا استنى، في طبعا نقطة كمان، لسه الديكورات. عندك في التمليك حرية الديكورات براحتك، شيل حيطة، تبني حيطة، تغير حمام، تغير أرضيات، براحتك، المكان ملكك وانت حر. قصدك يعني في الإيجار ما ينفعش أغير حاجة حتى لو الأرضية باظت، لازم استنى صاحب الشقة يغيرها لي بمزاجه وميزانيته. معاكي حق برضه. يبقى نقفل الماتش على 5-2 للتمليك، ويرزقنا ويرزقكم بقى. وربنا يعيننا جميعا. نظريا صوتنا للتمليك، لكن واقعيا الله أعلم. يا ترى أنت ساكن إيجار ولا تمليك؟ ما تقولوا لنا في التعليقات ساكنين إزاي وصوتكم لمين. هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. Enjoy!